بص لاي فيديو قديم لناس في الستينات هتلاقي حاجه غريبه، كلهم تقريبا رفيعين، مفيش جيم، مفيش اكل دايت ولا مكملات، وبياكلوا عيش واكل بسمن وبيتغدوا اكل تقيل. فازاي كان شكلهم صحي وارفع مننا لو بصيت للناس اللي في الشارع دلوقتي؟ احنا اللي عندنا كل وسائل اللياقه في العالم. الاجابه مش في ارادتهم، الاجابه في حاجه اتغيرت من تحتينا كلنا من غير ما ناخد بالنا. تعال اوريك. نبدا باكبر تغيير، وهو مش اننا بناكل اكتر زي ما الناس فاكره. التغيير الحقيقي ان نوع الاكل نفسه اتقلب. زمان الاكل كان بيتطبخ في البيت من مكونات خام، خضار، بقوليات، لحمه، عيش. كان الاكل بياخد وقت ومجهود عشان يتعمل، فما كانش فيه افراط فيه. لكن في السبعينات بالظبط النظام الغذائي في العالم كله بدا يتحول. زاد الاعتماد على الاكل المصنع والاكل بره البيت والزيوت والمشروبات اللي مليانه سكر. والارقام بتوضح حجم التغيير ده. زمان كان الاكل المصنع بيمثل حوالي 20% من السعرات اللي بياكلوها، ودلوقتي بقى بيمثل 40% او اكتر، يعني الضعف. والاكل المصنع ده مش بس سعرات اكتر، ده متصمم انك تاكل منه اكتر، ومليان سكر وزيوت واملاح بتركيزات ما كانتش موجوده في اكل البيت. والابحاث بتربط زياده استهلاك الاكل فائق التصنيع بزياده الوزن بشكل مباشر. بس الاكل لوحده مش القصه كلها، في حاجه تانية اختفت من حياتنا. دي النقطه اللي بتفرق وبنستهين بيها تماما. اجدادنا ما كانوش بيروحوا جيم لانهم ما كانوش محتاجين. الحركه كانت موجوده جوه يومهم من غير ما يحسوا. كانوا بيمشوا لاي حاجه، للسوق، للشغل، لبيوت الجيران. المحلات كانت قريبه والعربيات ما كانتش في كل بيت. شغل البيت نفسه كان مجهود بدني، غسيل بالايد، تنظيف، طبخ من الصفر. كل ده كان بيحرق طاقه طول اليوم من غير ما حد يسميه رياضه. ده النوع من الحركه اللي العلم بيسميه الحركه اليوميه، نيت، نون اكسرسايز اكتيفيتي ثيرموجينيسيس، وهو اللي بيفرق على المدى الطويل اكتر من ساعه جيم معزوله. وبعدين دخلت العربيه في كل حاجه. الدراسات بتوضح ان الاعتماد على العربيات من الستينات والسبعينات قلل المشي وركوب العجل بشكل كبير جدا، وان عدد رحلات المشي للكبار انخفض بنسبه 32% في الفتره بين اواخر السبعينات ونص التسعينات. والابحاث ربطت بشكل مباشر بين الوقت اللي بنقضيه في العربيه وزياده احتمال السمنه. كل ما زاد اعتمادك على العربيه كل ما قلت حركتك اليوميه من غير ما تحس. ومع الاكل والحركه في حاجه ثالثه اتغيرت في شكل الاكل نفسه، حاجه بسيطه بس مؤثره جدا. حجم الوجبه العاديه نفسه كبر مع الوقت. الطبق اللي كان بيتقال عليه وجبه زمان بقى دلوقتي نص الكميه اللي بتتقدم. الاكل بقى ارخص ومتوفر اكتر وباحجام اكبر، خصوصا الاكل السريع والمشروبات. والمشكله في دماغنا، احنا بنميل اننا نخلص اللي قدامنا في الطبق بغض النظر عن جوعنا الحقيقي. فلما الطبق يكبر بناكل اكتر من غير ما نحس اننا اكلنا اكتر. يعني مش بس نوع الاكل اتغير وكميه حركتنا قلت، كمان مقياس الكميه الطبيعيه نفسه